ايفون 17 بشريحة عادية او شريحة الكترونية، ايش راح تختارون بالايام الجاية؟ شوف الايفون 17 اللي راح يجي بشريحة الكترونية، الميزة الوحيدة اللي بيه هو انه الجهاز راح تجي بطاريته 5088 ملي امبير. الجهاز اللي يجي بشريحة حقيقية هنا راح تكون بطاريته 4823 ملي امبير. هنا الفرق بس 265 ملي امبير، بس هذا الفرق مو فرق بسيط، انت عندك هنا راح تكون زيادة بمقدار 5%، وقبل تقول انه هاي زيادة راح تنطيك تشغيل فيديو اكثر لمدة ساعتين. زين ايش ننصح؟ احنا دائما مع زيادة حجم البطارية خصوصا بالايفون، لان الزيادة يعني كلش مفيدة، وبنفس الوقت راح تكون عندك زيادة بعد ساعات التشغيل. بس المشكلة الوحيدة اللي تواجه انه احنا اغلبنا عندنا شريحة حقيقية، وموضوع تبديلها جدا بسيط وسهل. اي مول قريب عليك او اي مركز شركة قريب عليك، مجرد تروح وتطلب منه تبديل الشريحة الخاصة بك الى شريحة اي سيم، شريحة الكترونية، وبس بهالطريقة هاي راح يكون عندك حجم بطارية اكبر بجهازك الايفون الجديد.